أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردني سؤالين حبيت أجاوب عليهم مشان الكل يسمعوا معنا السؤالين. السؤال الأول عم بيقول: ما معنى شجنس باللغة العربية؟ حصان، جنس ما له أي معنى باللغة الشركسية. يمكن هون لما اجوا الشراكس ما بيعرفوا اللغة، شافوا انه جنس الصنف جنس، خملوا انه من الحصان الاصيل فقالوا شجنس. والأزبط خاقوة، والأزبط خاقوة. والخيول عند الشركس ينقسم الى قسمين: خيول واقعية وخيول اسطورية. الخيول الواقعية أو الخيول الأصيلة اللي كان يستخدموا الشركس في 21 نوع، 21 نوع من الخيول. كل حصان له مواصفاته الخاصة: العضلات قوية، والأرجل القصيرة للجبال، والحوافر الكبيرة للمستنقعات والأراضي الرملية، والحوافر الصغيرة للأراضي اللي فيها حجار، والحوافر العالية للأرض اللي فيها أشواك، والحصان المتناسق للعدو السريع وقوة الاحتمال وشدة إلى آخره. أما الخيول الأسطورية فهناك 5 أنواع ما بدنا نذكرن وقت طويل. السؤال الثاني ورد من الشام، أكثر من سؤال بالهاتف ورد. مثلا ليش ما بتعطينا دروس أيضا بلغة القبردي، بلهجة القبردي؟ أنا ما بدي أتعدى على المصلحة، في شباب قبردي بيعرفوا لغة كويس وهن أصلح مني إذا عطوا لغة أكفأ مني وأصلح مني، وأتمنى منهم أيضا أن يقوموا بتصوير حلقات دراسية. أما إذا تعذر الموضوع ولا أظن ذلك فأنا مستعد أيضا أن أعطي دروس بلهجة القبردي، وهذا سهل علي. الآن نتابع الدرس السابق. صاية، صاير، صاية ثوب، صاية ثوب. لهلأ أهل حلب بيستعملوا كلمة صاية للثوب المفتوح من الأمام. وكمان طبعا هذا الكلام مأخوذ من الكلام الشركسي زمن المماليك. صاية، صاية ثوب، صاير الثوب، التعريف الثوب. زير، زير، معناته يملك، إلا يملك ضمير الشخص الثالث. زير الذي يملك، الذي يملك، المالك، المالك زير، المالك زير، زير. يد، يد تخيط، يعني عم تخيط، يد، يد عم تخيط. طبعا هذا يد، هذا فعل متعدي، فعل متعدي بده مفعول به، يعني ما بيتم الفعل بالفعل والفاعل، بده مفعول به. بصاصم جانر يد، بصاصم جانر يد. أيوة. عنوان النص، عنوان النص: نانا سايا يد. نانا يعني كلمة أمي، أمي نانا. سايا ثوب، يد تخيط، أيضا أمي تخيط الثوب. السايا، نانا سايا يد. يد الياء هنا ضمير الشخص الثالث المفرد لما بيكون الفعل متعدي، متعدي مش لازم، متعدي. تحت في أسئلة وأجوبة، أسئلة وأجوبة بدليل هالخطوط اللي أمام كل جملة. ختى درر نسكور،
ختا درر نسكور وإشارة استفهام. ختا من الذي، من ختا، ختا بذكركم انه خت من للعاقل، سد سد ماذا لغير العاقل، يعني من للعاقل. خت من ختا، من الذي درر، من الذي تخيط يا نسكور، نسكور مين اللي عم تخيط يا نسكور؟ نانا مادة وسبس، نانا مادة، أمي هي التي تخيط يا وسبس. وسبس طبعا نسكور اسم علم، وسبس اسم فتاة شركسية جميلة جدا. وسبس 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 معناته الندى، قطر الندى مثل ما تقول. وسبس نانا مادة، نانا مادة وسبس، يعني أمي اللي عم تخيط يا وسبس، وسبس. سدا نانا الدرر، سد هون سدا ما الذي، ما بصير من، ما الذي تخيطه أمي، لأنه الخياطة مش عاقل، غير عاقل، بنحط له سد. سدا ما الذي تخيطه أمي، سدا نانا الدرر، الدرر. ليش الدرر ما يدرر؟ ايه لانه العود للنانة، الام من الاشخاص ما من الاشياء. شو عم تخيط امي؟ الجواب نانا سايا يد، امي تخيط ثوبا، نانا سايا يد. نانا أمي سايا ثوب، يد تخيط، الآن يد، نانا سايا يد، أمي تخيط ثوبا. صاير داخا، هون في نقطة حساسة جدا بالألف اللي اجى بعد داخا، داخا. ايوه صاير، صاير ثوب، صاير الثوب، داخ جميل. لما بيجي بعد الصفة هالالف هذا بصير هل وراها اشارة استفهام، هل الثوب جميل؟ هل الثوب جميل؟ صاير داخا. لو قلنا صاير داخا كنا بنقول الثوب جميل، اما لما بتشيل الفتحه بتحط بداله الف داخا عم بصير استفهامي، سؤال استفهامي. صاير داخا يعني هل الثوب جميل؟ صاير داخا، نعم وكذلك نعم. صاير صاير الثوب، صاير ثوب، صاير الثوب داخ، الثوب جميل، نعم الثوب جميل. خطا صاير زير، هذا سؤال ثاني، الشحطات بدل على سؤال وجواب. خت من للعاقل، ختا من الذي، صاير زير من الذي تملك الثوب، لمن هذا الثوب، صاير الثوب، زير صاحب، زير معناته يملك، زير صاحب الثوب. كمان اجى التعريف صاير زير سر. الجواب يعني عم تسأل من لمن هذا الثوب، اجى الجواب صاير زير سر. صايا الثوب، صايا الثوب التي تملك الثوب، صاير زير سر التي تملك الثوب. أنا أنا سر أنا هو، سر أنا هو، أنا سر أنا هو. إذن صاحب الثوب هو أنا، هو أنا. صاير زير سر. أيوة هنا ختا باورز درر، ختا من الذي، خت من للعاقل، ختا من الذي، باور
الطربوش. باور طربوش. باور الطربوش غطاء الرأس يعني باور. ختا باور ازدرر. ازدرر ها باور ازدرر. من الذي تخيط الطربوش؟ كمان عم بيخيط الطربوش خياط. مين اللي عم تخربط؟ مين اللي عم بيخيط الطربوش؟ باوري نانا يد. باوا طربوش. باور الطربوش. باوري الطربوش ايضا، لان اجى الياء بعد باخر الاسم بصير ايضا باوري الطربوش ايضا. امي تخي عم تخيطه. امي عم تخيطه. والطربوش امي عم تخيط الطربوش. ايوه عم تخيط الطربوش. ايوه هنا تحت سدى نانا الدرر. سدى سد ما خت من. سدى ما الذي نانا امي تخيط يد الدرر. الدرر شو عم تخيط امي؟ شو عم تخيط امي الدرر؟ طبعا الساية. امي عم تخيط الساية مرة. باء مرة الثوب والطربوش. سانا سدى نانا الدرر. طبعا ما موجود جواب. نحن منقول شو الام عم تخيط؟ منقول نانا الدرر سايرة سايمرة باء مرة. سايمرة باء مرة. من عيد الدرس بشكل أسرع بشوي. ساير الثوب. زير المالك يد تخيط. نانا سايا يد. أمي الأم تخيط الثوب. ختا درر نسكور. من الذي تخيط يا نسكور؟ نانا مادة وسبس. أمي هي التي تخيط يا وسبس. وسبس اسم فتاة. نسكور اسم فتاة. سدى نانا الدرر. ماذا شو عم تخيط أمي؟ سدى نانا الدرر. ماذا تخيط أمي؟ نانا سايا يد. نانا عم تخيط ثوب. يد نانا سايا يد. هون عم تسأل ساير داخا يعني الثوب. هل الثوب جميل؟ داخا جميل. داخا بيجي هل إذا الاستفهام. حروف الاستفهام وأسماء الاستفهام باللغة الشركسية بيجي بآخر الكلام، ما بأول الكلام مثل العربي. بيجي بآخر الكلام. بيجي بآخر الكلام. ساير داخا. هل الثوب جميل؟ ساير داخا. نعم نعم الثوب جميل. ختا ساير زير. ختا من الذي يملك الثوب؟ لمن الثوب؟ من الذي يملك الثوب؟ ختا ساير زير. الجواب ساير زير سر. ساير الثوب. صاحبة الثوب أنا. مالكة الثوب أنا. سر أنا هو. أنا سر أنا هو. ساير زير سر. إذن الثوب لي أنا. ختا باور ازدرر. ختا من الذي تخيط الطربوش؟ ختا باور ازدرر. مين اللي عم تخيط الطربوش؟ باور نانا يد. باوري نانا يد. باوري الطربوش عم تخيطه نانا يعني أمي. سدى نانا الدرر. هون بآخر الدرس عم بيحطوا هالسؤال. ماذا تخيط أمي؟ بدك تقول نانا الدرر سايا مرة باء مرة. أمي عم تخيط الثوب
والطربوش. أعزائي الطلاب، ننتقل الآن إلى الكلمات الدرس، إلى كلمات الدرس. الكلمات الدرس اللي لازم تكتبوهن بدفاتركم. هالكلمات هن ذخيرتكم في الكلام، بلا كلمات بلا مفردات ما في لغة، ما في حكي. لازم تعملوا ذخيرة من هالكلام. كل ما أكثرتم من الذخيرة كل ما صار عندكم مقدرة على الكلام. المفردات الكثيرة هو الذي يمكن الإنسان من أن يكون لغويا وأديبا وشاعرا حتى. نعم. الكلمة الأولى راتاقة. راتاقة، راتاقة معناته يضعون للأشياء اللي إلها حجوم صغيرة عم بيدعبلوا، يعني راتاقة يدحرجون، يضعونها دحرجة. راتاقة لأنه في رالحة يضعونها، راجة يصبون إلى آخره. راتاقة إذن يضعون، يدحرجون. صاية ثوب نسائي طويل. ساية ثوب نسائي طويل مفتوح من الأمام، اللي بيلبسون الفتيات في حفلات الرقص واللباس الشركسي، يعني فوق الألبسة كلها بيلبسوا ساية. زير المالك، صاحب زير المالك. أيوة. يد تخيط أو يخيط، لأنه ما في مذكر مؤنث عنا. يد بصير للزلمة بصير للحرمة. يد تخيط أو يخيط. داخة جميل، داخة لحالة جميل. داخة صار استفهام. داخة هل هي جميلة؟ أهي جميلة؟ داخة. انتبهوا للألف هون فورا عم بحول الكلمة الاسم إلى الصفة، إلى استفهامي. يعني داخة جميل، داخة صفة جميل. داخة هل هي جميلة؟ الحرف الواحد. درر، درر التي تخيط. درر التي تخيط، درر. مادة، مادة هي تخيط، هي تخيط مادة. سر أنا هو، أنا سر أنا هو. باء طربوش، باء طربوش. خط من، خط للعاقل، من للعاقل. حتى بالقواعد اللغة العربية في من للعاقل ما لغير العاقل. من خط، أما لغير العاقل سد، سد سدى. ما الذي خط من خطى من الذي، من الذي خط خطى من الذي. إذن منعيد الكلمات. راتاقة يضعون، يدحرجون. راتاقة في، راتاقة ضمن شيء، يعني هذا. ساية ثوب نسائي طويل اللي بيلبسوه فوق الكل فتيات الرقص بشكل عام أو اللباس الشركسي. الساية بيحطوه فوق الكل. زير مالك، مالك أو المالك، صاحب معناته زير، زير المالك صاحب يد تخيط، يخيط. داخة، داخة جميل أو جميلة. داخة الألف بآخر الصفة عم بيعطي استفهامي، حروف الاستفهام ما في أوائل الكلام مثل اللغة العربية. داخة هل هي جميلة؟ هل هي جميلة؟
درر التي تخيط، اللي عم بتخيط هلا درر. ختاد الدرر من اللي عم تخيط؟ مادة، مادة هي تخيط، هي تخيط، مادة هي تخيط، مادة. سر، سر أنا هو، لحالة أنا ضمير الشخص المتكلم، سر أنا هو، سر أنا هو. باوا، باوا طربوش، باوا طربوش. إذا بدك تستفهم مثلا انه هذا طربوش بتقول باوا، الألف اجى بمعنى هل، بدك تحط بعده إشارة استفهام، بدك تحط بعده إشارة استفهام. باوا، باوا طربوش. خت من للعاقل، خت من للعاقل. ختى من الذي، ختى من الذي. أما بالنسبة لدروس القواعد، هو قواعد الدرس السابق، قواعد الدرس السابق، وهي مقدوخر الأحرف الصماء، مقدوخر، مقدوخر الأحرف الصماء. ب، ب، ف، خ، خ، خو، د، جو، ج، ز، ج، ج، جو، ج، ل، ج، ل. هدول هن الأحرف الصماء. الأحرف الصماء كمان بدرسنا بهالدرس أيضا القواعد هن الأحرف الصماء. متى ما خلصنا من تشكيلة الحروف بصير النطق عليكم سهل وكتير جيد. إذن الأحرف الصماء: ب، ب، ف، خ، خ، خو، د، د، زو، ج، ز، ج، ج، جو، ج، ل. هدول هن الأحرف الصماء. منعيد كلمات الدرس اللي أخذناهم بهالدرس هذا مرة تانية مشان كمان تلحقوا كتابتهم أنتم كمان. راتاقة يضعون، يدحرجون، ضمن، يدحرجون ضمن شيء يعني. ساية ثوب نسائي طويل، ساية. زير المالك صاحب المالك صاحب زير. تخيط أو يخيط يعني مثل بعض مؤنث، ما في عندنا مؤنث مذكر. يد، يد معناته عم تخيط يعني، أو عم يخيط. داخة جميلة أو جميل. أما لما بيجي بعد بدال الفتحة في آخر الكلام ألف بصير داخة. هل هي جميلة؟ هل هي جميلة؟ درر، درر. ختى درر مثلا، درر التي تخيط. ختى درر عم بالنص بيقول درر التي تخيط. مادة هي تخيط أو هو كمان يخيط، مادة. سر، س أنا ضمير الشخص المتكلم، سر أنا هو، سر أنا هو. باء طربوش، باء طربوش. خت من، خت من. ختى من الذي، ختى من الذي. أما بالنسبة لدروس القواعد إلى نفس الحروف الصماء في الدرس السابق: ب، ف، خ، خ، خو، د، زو، ج، ز، ج، ج، جو، ج، ل. أعزائي الطلاب، هون
خلصنا درسنا اليوم. أرجو أن تكتبوا هذه الكلمات في دفاتركم وتحتفظوا بها. الكلمات كتير ضرورية لأن هي ذخيرتكم في الكلام. أما بالنسبة للقواعد يعني أنا ما بقول لكم احفظوا القواعد مشان تكررون ورا بعضهم، لا، بس إذا شفتوهم في الكتاب لازم تعرفوا أنه هدول من الأحرف الصماء. نبجاكور نيبتي ديستم موج اشتوخو مقد تغاكا سواجانا زاز وصالكو سوت شاغوغو مقد نقشاو قصتغاكا سوت خنفايك يجي مقد دكور زاز وصال فايك سوت خنفايك سوي داتكالم عادس خنفاي نقشا أكر نحبس وقسي نحدغو سوكشاات سلام داك قصوتك تحصي غبسوك زجاجي.